حواليا نتصرف فيه للخير. يعني مجددون ومنظفه احنا كلنا في الاخر قصاد المحافظات الثانيه غير محافظه القاهره بس كده. لكن احنا داخل المحافظه قطاعات يعني بنقدم عشان سهوله التنفيذ. ماشي؟ داخل شمال شرق القاهره داخل في قطاع بقى اسمه شمال شرق. القطاع دوت من جوه لازم يتقسم عشان يبقى في عمليه التواصل فيه بتبقى اسهل وعمليه التنظيم فيه بالتدريس بقى افضل. ماشي؟ احنا فين دلوقتي؟ احنا محتاجين ان احنا نبقى عارفين مين تبع مين وفين تبع مين. محدش فاهم. احنا دلوقتي في مطايا شمس وزيتون نفس القريه الى اخره من حاجات مواقف كتير. ماشي؟ في حاجتين مهمين جدا جدا. في هيكل اسمه هيكل تنظيمي احنا بنتماشى معاه. خلاص؟ وفي تسلسل اداري احنا ما بنحبش نخطيه. خلاص؟ في كوردينيتور للمنطقه كلها. وتحت الكوردينيتور دوت في شخص اسمه سوبرفايزر. او المشرف هو اللي بيتابع مع المتطوعين من تحت. خلاص؟ وفي مع دول في موظف عام اللي هو احمد طه. خلاص؟ وفي فوق احمد طه واحد اسمه مدير المحافظه اللي هو مثلا القاهره صالح. خلاص؟ ده مدير المحافظه اللي هو معاه 6 قطاعات. خلاص؟ فوق صالح دوت في مدير المشروع اللي هو بيلم المحافظات كلها. خلاص؟ في فوق مدير المشروع دوت في رئيس مجلس امناء واساتذه صناع الحياه اللي هو الدكتور محمد يحيى ده اللي بيلم صناع الحياه مصر كلها. فاهمين الموضوع بايه بشكل سريع. ماشي؟ احنا دلوقتي احنا محتاجين ان احنا عايزين نعرف احنا في فورم اتعملت الفتره اللي فاتت في منطقه شمال شرق اللي هي في 5 مطاريه في عين شمس وفي الحدائق او في الحدائق مع احترام هم اولهم الله يحفظك. فماشي. فاحنا دلوقتي عايزين ايه؟ عايزين نشوف الناس اللي موجوده دلوقتي في كام واحد عايز واحد بس يبقى معايا ورقه وقلم دلوقتي. ورقه وقلم. ماشي؟ عايز في كام واحد من الناس الموجودين دلوقتي دول كام واحد فيهم خد تدريب ومدرسين